بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى ناس؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وحشتوني وانا عارفة ان انا متأخرة في الروتينات، بس حقيقي يعني الله الاعلم بالظروف. العصير اللي انا وريته لكم في الاول ده حلو قوي قوي وجميل، بالجزر البنفسجي والتفاح، ويعني كوكتيل كده بس جميل قوي. شفته في الهايبر يعني في باندا، وكان عليه عرض ال3 ب10، بس كان حلو قوي. كل الاطعمه بتاعته جميله، اناناس وليمون وتفاح، كوكتيل تفاح وايه كمان و... وبرتقان. يعني بصراحة العصير ده جميل جدا، بس انا عجبني اللي هو الكرز، وعجبني اللي انا وريته لكم اللي هو الجزر البنفسجي ده. حبيت اوريه لكم يعني. رحت بقى اعمل لي فطار اليوم ده، وسريع كده الروتين بتاعنا النهارده حاجه سريعه كده. انا كنت بره ورجعت، كنت في مشوار يعني في المستشفى، يعني المراجعه بتاعتي. وجيت بقى جعانه وعاوزه افطر حاجه خفيفه سريعه علشان اشوف اللي ورايا، لان كنت جايه برضك على موعد الغدا. فالمنقذة بتاعتي علبة الزبادي الجميلة دي، عليها معلقتين بذور شيا، ومش باكلها على طول يا جماعة، انا بحطها شوية شوية، قولوا مثلا نص ساعة 3/4 ساعة على حسب يعني. لحد ما بذور الشيا تبدأ تطرب كده خالص في الزبادي، وكمان قشور السيليوم ت- تمسك في الزبادي كده، وتبقى عاملة زي ما تكون خرطة جيلي كده، بتبقى حلوة قوي. وبحط بذور اليقطين لو متوفرة. لو متوفرة بذور اليقطين، لو مش متوفرة خلاص، هي غالية بصراحة، بس أنا بعشقها، بعشقها جدا. بابا الله يرحمه كان بيحب جدا جدا بذور اليقطين، وأنا يعني من وأنا صغيرة بحبها. وجبت البيضتين دول، حطيت عليهم شوية كمون، ورجعت حطيت عليهم شوية زعتر. بحب الزعتر قوي، كمان بحب الزعتر الفريش اللي بيقرمش كده، زعتر مع سمسم. قلت اكل البيض كده وبعدين ابقى اكل الزبادي على مهلي، يعني انا مش باكلهم مره واحده، بفضل امزمز فيهم كده. رحت بقى عشان اجهز الغدا. هعمل طاجن مكرونه باللحمه المفرومه، اللي هو طاجن محلات الكشري ده، عارفينه؟ احنا بنحبه قوي، وبالنسبه لي هو حاجه سريعه يعني. إيه جبت اللحمه كده، وهبدا ان انا اعصجها، بحطها في الحله او في الطاسه طبعا. واشوحها شويه، وبعد كده بنزل عليها بالبصل المفروم، وافضل اقلب فيها كل شويه كل شويه لحد لما تفرفر معايا خالص كده. اهو العصير اللي كنت شارباه الصبح قبل ما انزل. حلو قوي العصير. وبس بصراحه يا جماعه، ما تبداوش يومكم بعصير، حتى ولو هو صحي، ما تبداوش يومكم بعصير، لان العصير هيخليكم تبقوا جعانين. طبعا انا كنت غسلت حاجات كده مكان الفطار لجوزي، ومكان حاجات كده مكان ابني يعني. والمطبخ كان نضيف خالص خالص. آه رحت بقى اعمل الصلصه بتاعه الطاجن. بصل، انا بعملش يا جماعه زي المحلات بالظبط، انا بعمل الحاجه اللي بتناسبني او اللي بحس ان طعمها حلو لبيتي يعني. بصله عاديه خالص، ولو عايزه تحطي سنه توم حطي، انا ما حطيتش. شوحت البصلة كويس، وبعد كده حطيت معجون الطماطم وكملته مية، وحطيت مكعب مرقة وشوية سكر بزيادة شوية، يعني زودت سكر شوية. وحطيت شوية من بهارات المحشي اللي بتشترى من عند العطار عادي عندنا في مصر. وجبت، ما كانش عندي مكرونة قلم، اتفاجئت ان انا ما عنديش مكرونة قلم ولا مكرونة مثلا كبيرة شوية، استخدمت المكرونة الخواتم العادية دي. اللحمة حطيت لها برضو سنة سكر وشوية ليمون مجفف مطحون يعني، وكمان فلفل اسمر وشوية سكر وملح. وبعد كده معجون طماطم، معلقة كبيرة معجون طماطم، مش من صلصة المكرونة، لا معجون طماطم صريح يعني. وبعد كده جبت الطاجن دهنته حتة سمنة صغيرة كده او زبدة، وبعد كده حطيت اللحمة وسويتها، وبعد كده حطيت المكرونة خلاص. وبدخلها وبحط لها صلصة المكرونة بقى، وازودها شوية مية، وادخلها الفرن. بتستوى وبتبقى عسل، والله العظيم بتبقى جميلة قوي. رحت بقى هنا بقى عشان اعمل لي كده يعني فاصل، جبت شوية تلج وحطيتهم، وحطيت عليهم شوية من نسكافيه او القهوة السريعة دي في المكنة دي. المكنة دي يا جماعة انا ما بستخدمهاش خالص من زمان، بس طلعتها
وخلاص يعني قلت استخدميها يا امل، استخدميها لانها بصراحة سريعة معايا. اهو الطاجن طلع من الفرن، شايفين حلاوته؟ ما بحبش بقى ننشف الوش بتاعه خالص. وقلبته اهو، اتقلب معايا وزي العسل، شايفين الجمال؟ رحت غسلت بقى الحلتين اللي مكان للطبيخ على بال ما الطاجن استوى. وعملنا سلطة كده جنب المكرونة وخلاص. شايفين مفرفرة ازاي؟ بجد يا جماعة كانت روعة روعة روعة، وكانت لذيذة لذاذة ما شاء الله. شايفين؟ حبيت اوريكم واحنا بناكل اهو قد ايه هي مفرفرة ولذيذة. بعد كده بعد الغدا بقى طلعنا علشان نروح نصلي صلاة الخسوف. آم، كان كانت جميلة قوي قوي. انا اول مرة في حياتي اصلي صلاة الخسوف. صليناها في المسجد، واحنا طالعين كده لقيت القمر ده قعدت اكله. شايفين حبيبي؟ طبعا باكله من الكيس عشان حرام يعني ان الواحد يحط كده والعاملات تفضل تنظف، بس والله العظيم هما بيخلصوا الاكل على طول. اه حاولت اصور لكم كده جزء من الخسوف، بس هو ده اللي ظهر معايا، يعني كاميرا الموبايل بعافية شوية. بس كده واحنا مروحين بقى كنا جوعنا، وعدينا كده على هارديز، جبنا الوجبات السريعة دي. بجد كانت عسل وكانت لذيذة قوي الحمد لله. انا جبت بس السندوتش اكلت سندوتش وشوية من البطاطس يعني، وطبعا بشيل الخبز والله يا جماعة. بشيل اغلب الخبز اللي في السندوتش. بس كده وروحنا بقى، قعدت اتفرج بقى على المسلسل بتاعي شوية، وده كان اليوم بتاعي والروتين سريع. ما تنسوش بقى لايك للفيديو وكومنت، ومع السلامة.